اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. النهارده هنعمل معاكم فيديو كده، وصفات للغداء او للعزومات. هنعمل معاكم فراخ، وطبعا الباذنجان المخلل ده اساسي، وطبعا الرز، ومعانا الكفته، ومعانا فراخ، ومعانا بط طبعا. والسلطه الخضراء دي اساسي برضو في الوصفات بتاعتنا، لازم تكون موجوده على السفرة بتاعتك علشان كلها قيمة غذائية عالية طبعا. دلوقتي هنعمل ايه؟ طبعا معانا الفراخ، ومعانا البط، ومعانا طبعا اللي هي مكونات الكفتة. عملتها معاكم قبل كده كتير. ده طبعا دكر بط بلدي. بيتعرف ازاي؟ بيبقى الراس بتاعته عاملة كده، اللي يروح تشتريه بيبقى الراس البط البلدي بتبقى ايه، شكلها غريب كده شوية. ودي طبعا اللحمة المفرومة اللي هنعمل منها الكفتة، ونعمل منها الجلاش باللحمة. أنا طبعا لما عملت معاكم الكفتة كتير قبل كده. دلوقتي انا بعجنها وبصبعها علشان اسيبها في التلاجة ترتاح لمدة ساعتين، علشان خاطر تتشمع معايا وتبقى كويسة. ممكن يعني تشمعي، تصبع يعني تسيبيها تتشمع قبل ما تصبعيها، وممكن بعد ما تصبعيها. يعني المتاح معاكي ممكن تعملي دي برضو بتنفع، ودي بتنفع، الطريقتين بينفعوا زي ما انتوا شايفين كده. وعملنا صبعت الكفتة كلها، وحطيت بين كل طبقة صوابع كفتة حطيت كيس تلاجة علشان الكفتة ما تلزقش معايا في بعضها. طبعا هي ما هتلزقش عامة يعني، بس يعني ايه الاحتياطي، حطي كيس تلاجة بين الطبقة بتاعة الكفتة والطبقة التانية، حطيها في التلاجة ترتاح. طبعا احنا بنعمل دلوقتي العصاج بتاعة اللحم، العصاج بتاعة المكرونة البشاميل. طبعا ده بصل ولحمة زي ما انتوا شايفين، وفلفل متفرز. انا عملت معاكم الفلفل ده قبل كده في الفيديو، بيقعد معايا من سنة للسنة، بيفضل محافظ على لونه الأحمر الجميل ده. ويبقى موجود معاكي تعملي منه كبة، تعملي منه أي حاجة، أي وصفة انت عايزاها هيفضل معاكي في الفريزر. لو عايزة تعرفي طريقة تفريز الفلفل الأحمر، موجود على الصفحة، موجود على القناة، ادخلي وشوفي وإن شاء الله هيبقى سهل معاكي وبسيط. طبعا هنبدأ بقى الجلاش بتاعنا باللحمة المفرومة. طبعا بحط الطبقات طبعا، والسمنة أساسي بين كل طبقة وطبقة. بنحط السمنة بتاعتنا، بيخلي الجلاش بتاعنا مورق كده وجميل. لما بتحطي السمنة بين الطبقات ما بيخليش الجلاش بتاعك يعجن ولا يبقى مفرول. لا، السمنة طبعا بتدي للحاجة طعم جميل جدا جدا، خصوصا بقى لما تكون سمنة بلدي بقى، بتخلي الحاجة رائعة جدا. كده احنا بنرص معانا طبقات الجلاش اهو زي ما انتوا شايفين. طبعا الصينية كبيرة يعني، يعني عاملاها كبيرة. فبنرص بنظبط الدنيا معانا كده الطبقات بتاعتنا. طبعا شايفين شكل اللحمة معصجة، شكلها جميل جدا جدا. والفلفل الأحمر باين فيها ازاي. طبعا أنا رصيت وخلصت، وخرطت صينية الجلاش بتاعتنا، ونزلت عليها برضو بباقي السمنة بتاعتي على الوش كده، برضو بتخلي الطبقة دي مقرمشة وجميلة جدا جدا. متنسيش برضو ان انت تحطي السمنة على الجلاش بعد ما تخرطيه. طبعا سقينا بقى بالشوربة بتاعتنا اهو، شوربة البط اللي هي بقى جميلة جدا زي ما انتوا شايفين كده اهو. هسقي بقى الجلاش بتاعي شوربة واشبعه شوربة، بس ما نكترش لحد ما يجي على الفوق كده، بس بسيط كده وخلاص على كده، عشان الشوربة تكون دافية ما تكونش سخنة. لو الشوربة بتاعتك سخنة تنزل على الجلاش تعجنه، باظت منك الوصفة. لازم الشوربة تكون دافية خالص كده وتهدى، ما تبقاش سخنة قوي. طبعا شفتوا شكل الجلاش لما طلع من الفرن شكله جميل جدا. نعمل بقى وادي البط بعد ما طاب، وادي الفراخ. هعمل بقى اللي هي الخلطة اللي هنعملها على وش البط والفراخ. دي معانا زبدة بعد ما سيحتها ونزلت عليها بالصلصة والتوابل. ندي بقى الزبدة بتخلي اللون أحمر كده وجميل. ممكن تستبدلي الزبدة بزيت، مفيش أي مشاكل، يكون زيت ذرة بيخلي برضه الطعم جميل جدا. شايفين الخلطة لما نزل عليها الزبدة بقت شكلها جميل. طبعا الفراخ اهو بديها اللون اللي يخش به الفرن. بولع الفرن والشواية مع بعض، ياخد لون من تحت وياخد لون من فوق، ويبقى حاجة في منتهى الجمال. لو في طبعا ممكن تضيفي، لو عندك كاتشب ممكن تضيفي معلقتين كبار كاتشب عادي. ما فيش خلاص نكتفي بالصلصة والزبدة والتوابل بتاعتنا. وطبعا شايفين البطايه شكلها جميل ازاي. هي دي مش محشية، عادية جدا. انا سلقتها
مفيش اي مشاكل، وشكلها تحفة جدا، وشايفين يعني جمالها. طبعا هي مستوية، بتختبريها بسكينة او شوكة، تعرفي ان هي استوت، تطلعيها من الشوربة وتصفيها تماما، وتحطيها في الصينية زي كده، وتدخلي بقى الفرن. طبعا الكفتة بتاعتنا اهي، طاسة على النار عادي من غير جريل. لو عندكيش، ما عنديش جريل، ممكن طاسة بس ما تكونش بتلزق الاكل عادي. ونسخن الطاسة بتاعتنا، وندهنها دهنة بسيطة من الزيت، وننزل بقى كده بصابع الكفتة بتاعتنا، علشان خاطر نسوي كفتة على البوتاجاز من فوق، مش هنعملها في الفرن ولا حاجة. ده طبعا محمر معانا الرز اهو، كله في وقت واحد، ممكن حوالي في ساعتين هتعملي الوصفات دي، وبطريقة سهلة جدا وبسيطة، وإن شاء الله ربنا هيوفقك ويوفق الجميع بإذن الله. لو جيت لحد هنا ما تنسوش اللايك وتفعيل الجرس والاشتراك في القناة علشان يوصلكم منه كل جديد أنا بنزله. يا رب تكون وصفات عجبتكم، وتكون سهلة وبسيطة، وتكونوا استفدتوا منها. شايفين بقى الكفتة بتاعتنا على البوتاجاز من فوق، شايفين جمالها، ولا فكت ولا اي حاجة. بسم الله ما شاء الله، الله اكبر، جميلة جدا جدا وتحفة. لو انت عايزة تعرفي طريقة الكفتة بالتفصيل، موجودة على القناة وموجودة على الصفحة في حلقة لوحديها، وشوفيها وجربي الوصفات اللي انا بنزلها، وكلها سهلة وبسيطة، مفيش اي حاجة بنجيبها من بره ولا بنعقد اي وصفة. طبعا شايفين جمال بقى البط والفراخ لما طلع، وادي الجلاش والرز والكفتة. وده طبعا الباذنجان المخلل انا برضو عاملاه معاكم، وهتلاقوه موجود على الصفحة وعلى القناة بطريقة سهلة جدا وبسيطة. وده الرز اهو، خلصنا الوصفات بتاعتنا. يا رب تكون الوصفات بتاعتي عجبتكم، واشوفكم في حفظ الله ورعايته. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.